فكنا بنقول لي بسم الله بليغ. بليغ يعني كنا طبعا في الوقت ده انا وبليغ كان معانا وجد الحكيم ربنا يديله عمره وكمال بطار، ده يعني الاصدقاء اللي كانوا. وبعدين رحنا، هو شافني بقى بعمل حكايه الفلكلور. نسيت اقول لك طبعا انا عدويه، فانا كان بروح عند عم عبد العظيم زي ما قلت لك، وبنيه دخلت علينا بضفاير كده وسمره ووجه ريفي، قدمت لنا الايه الشاي. فانا بصيت لها كده افتكرت ابنود، قلت لها اسمك ايه؟ قالت لي عدوية زي ما بتسمعها في الغنوة. يا سلام. قلت لها طيب انا حامل لك غنوة يا عدوية. عجبني الاسم ورحت كاتب الغنوة صياد، ورحت اصطاد صادوني وبتاع وعدوية، رحت اديتها لعم عبد العظيم عبد الحق طبعا. ست عنده ما يعني عيب، الغنوة طلعت عنده يعني عيب يعني. ف اسبوعين كده راح نادي علي عبد الرحمن تعال عاوزك. رحت له بليغ سمع الكلام اتجنن، قال لي ايه يعني بوهيبه واديتها له وكمان اديله عدويه. يا بليغ اتكتبت عن البنيه اللي عنده في البيت. مش كده يعني عيب، ما صعب يعني يبقى ازاي يعني صح. قال لا انت برضه انت قاعدين احنا نقول حاجه زي ده وانت سايب التقيل بقى تديه لعمك عبد العظيم. فرحت له لعم عبد العظيم قال لي خد غنوتك يا عم. والله ليه يا استاذ عبد العظيم؟ قال لي كل ما اجي اشتغل على العدويه دي اللي ضحكتها نهار وشمس واسرار، الاقي البت قاعده قدامي بتسيق البلاط وبتعمل، يعني مستحيل هلحنها وخلاص يعني عدويه الحقيقيه افسدت، مفيش خيال حاصل له. ورحت البليغ وقلت له يا اخويا ده حكيت لك من وسع. قال لي ايه؟ قلت له دي عدويه. يا سلام. ايه اللي حكيت له الحكايه بقى؟ بليغ لما يضحك يعض في الكراسي يعض في السجاجيد يتكور قد ما هو متكور. يا راجل قلت له والله. قلت له البنت ما اقول لك كل ما اجي الحن البنت قال لي قال لك سيبني الشغاله. الحمد لله. وقال لمحمد رشدي ادي الابنودي 15 جنيه. فرشدي قعد يلطم 15 جنيه يا بليغ خربت بيتي. ما كانت الدنيا عزيزه جدا. أيوه. يعني قلت لك عامل بتاع الشجر وايه اللي لفت الدنيا كلها 5 جنيه الا 16 قرش. يعني ما قفلتش ال 5 جنيه. لا ما شفناش فلوس يعني عايز اقول لك. ف 15 جنيه دول يعني ممكن يغني بيهم في حفله. يعني يطلعوا له مثلا ان هو يتعاقد ب 50 جنيه في الوقت ده على ما الموسيقيين والكورال والبتاع يطلع له 15 جنيه يروح يصرف على بيته. قال له بقول لك روح اديله 15 جنيه بس خليه يكتب لك تنازل احسن دي غنوه هتعملك من اول وجديد من قبل ما يلحن. والله كان شايف هو بليغ كان يقال عليه ان هو موتسرت، كان بيشوف المزيكا قبل ما يلحن او قبل ما يحط ايده المزيكا بخاطر كلامي. يعني ده موضوع تاني. حد من اللي لحن لهم بليغ حمدي من الجداد يعني عدا مرسي مثلا او مأمون الشناوي او حسين السيد، اي حد يقول لك الغنوه دي بليغ ملوش فيها كلام اعرف انه كلام. فايه كسرت الدنيا عدويه خربنا الدنيا خلاص. وبقى عبد الرحمن الابنودي ده يعني تعين خلاص تعينت. يعني ايه يعني بقيت مدير خلاص. يعني لا دليل الجوده. كواليتي كويس. يعني الليل بينصح على البيوت وعلى الغيطان وهنا يقول لها والله صورتك دي تنفع تزين الجبل. جبتها منين الجمله؟ انا دي ما ينفعش هي البنت مش موجوده. اصل البنت بضفايرها بتاع كان زي اللي يرسمهم هبه عنايت على صفحه مجله صباح الخير. طبعا